ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنشرح كيفية عمل تحضير مربى المشمش في البيت. هنعمل مربى مشمش طبيعي 100% بدون مواد حافظة، بدون جيلاتين. هنعملها بالمقادير المتوفرة عندك في البيت بالطريقة الصحية وكمان بالطريقة الصحيحة. تابعي الفيديو معايا للنهاية وهتشوفي المربى بالقوام الكريمي اللي انت شايفاه ده، بالطريقة المظبوطة جدا والطبيعية 100%، وهتكون فريش وجاهزة معاكي في اي وقت ان انتي تاكليها او تعملي بيها سندوتشات لاولادك للمدرسه. هتكون جاهزه معاكي وتقدري تعملي الكميه اللي انتي عايزاها وكمان تخزنيها. تابعي معايا الفيديو للنهايه علشان تستفادي. هجيب هنا كيلو وربع من المشمش، علشان لو جبنا كيلو من المشمش وطلعتي منه البذر او النوى اللي جواه، الكمية هتصفي معاكي على كيلو الا ربع. فلازم تجيبي كيلو وربع، وبعدين لما تطلعي منه البذر منه او النوايا اللي جواه كده هتصفي معاكي الكمية على كيلو مش بالظبط. هبدأ ان انا اغسله كويس جدا بالمية وبالخل، وبعد كده اشطفه بمية نظيفة كويس جدا. ولازم تختاري حباية المشمش تكون جامدة، ما تكونش طرية او هبطانة منك. هبدأ ان انا اخد المشمش وافتحها اتنين زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ولازم ابص فيها من جواها علشان ما يكونش مثلا فيها دود او حاجات مش كويسة. علشان اضمن سلامة المشمشية من جوه. شايفين بالشكل ده؟ علشان في بعض المشمشية بتكون مثلا هي فاسدانة من جوه او فيها حاجات وحشة. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي بالشكل ده، هبدأ ان انا علشان انا مش بحب المربى قطع كبيرة، فباخد المشمشية بقطعها النص لنصين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. في طبعا اللي بيحب ان هو بيعمل القطع بتاعتها يكون القطع كبيرة، وفي اللي بيحبها بيوريه مش بيحب فيها القطع. فانا بصراحة بحبها يعني تكون ميكس ما بين الحاجتين، البيوريه والقطع. فلازم بعمل القطع صغيرة، وهي كمان في السوا بتتهري معايا تبقى يعني مظبوطة بالقوام المظبوط اللي انا حباه. كده خلصت الكمية اللي معايا، قطعتها قطع صغيرة بالشكل ده. بعدين جبت لها لكيلو المشمش، حطيت له نص كيلو من السكر. لو حابة ان انت تزودي كمية السكر، يبقى تحطي الكيلو مشمش تحطي له كيلو الا ربع من السكر. هقلب زي ما انتم شايفين بالشكل ده، قلبيه كويس جدا علشان تختلط حبات السكر بالمشمش كويس علشان تنزل كل السوائل اللي فيه والسيرب اللي فيه. بعد كده هجيب البلاستيك راب واغطيها كويس جدا واحطها في التلاجة علشان ما تشمش روايح من التلاجة مكان الاكل. هحطها في التلاجة ليلة كاملة او ممكن من الصبح لبالليل، او انتي مستعجلة عليها تقطعيها وتحطي عليها السكر وتحطيها على النار وتضيفي لها كوباية من المية. اما لو مش مستعجلة عليها قطعيها وحطي السكر زي ما انت شايفة بالشكل ده وتحطيها في التلاجة ليلة كاملة. لازم تخلي الغطا محكم علشان ما تاخدش من الروايح. بعد ما بيتها ليلة كاملة في التلاجة وطلعتها بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. نزلت كل حباية سائل فيها، شايفين؟ انت بقى بداية قلبيها بالشكل ده، وفي سكر طبعا بيكون مترسب تحت، قلبيه كويس جدا وطلعيه. شايفين الشربات بتاعها او السيرب اللي هي نزلته تقيل فعلا. قلبيها كويس كده، وبعدين جيبي بقى الحلة اللي انت هتسويها فيها وتحطيها فيها. هجيبها بقى كده احطها على النار، حطها على نار عالية الاول علشان تاخد اول غلوة معايا. هعلي النار على اخر، واول ما تبدأ انها اول غلوة معايا هروح مهدية النار، نار متوسطة جدا علشان ما تتحرقش معاكي لا قدر الله او تلزق من تحت. بعد كده بتبداي تشيلي الفوم اللي فوق الوش ده او الرغاوي اللي بتبقى فوق الوش دي، علشان دي طبعا لازم تتشال علشان ما تبوظش معاكي المربى او تخلي المربى تفسد معاكي بسرعة.
كل ما ما الرغاوي بتتكون بشيلها اول باول علشان المربى ما تفسدش معايا. اهي بقت معايا بالشكل ده، وافضل على الحال ده لحد الرغاوي ما تتمنع تماما. اهي بقت بالشكل ده، الرغاوي اتمنعت تماما. اسيبها بقى كده على النار. هي بتاخد معايا سوا حوالي 15 دقيقة بالظبط. قبل ما انزل عليها ب5 دقايق، منزل المربى ب5 دقايق، اديها عصرة ليمونة علشان تبدأ انها تربط لي المربى بتاعتي. وبعدين ابدا اجيب شويه في الطبق واحطهم بالشكل ده واسيبهم يبردوا جنبي. وبعدين بخط ايدي كده لما المربى تبرد، لو الخطين دول رجعوا لبعض بسرعه يبقى المربى كده لسه ما استوتش، اديها غلوه كمان. لو ما رجعوش لبعض بسرعه تبقى المربى استوت وكده نطفي عليها. طبعا الخطين ما رجعوش لبعض بسرعه زي ما انتم شايفين، طفيت على المربى وسبتها لما جبت طبق ونزلت والمربى وهي لسه سخنه من على النار علشان توقف بقى عمليه السوا. حطيتها في الطبق زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وسبتها لما بردت. وبعدين جبت البرطمانات دي انا غسلاها من قبليها بليله، غسلتها كويس جدا ونشفتها وعقمتها في قلب الفرن. وبعدين سبتها كده تتصفى وتنشف تماما، ما يكونش فيها ولا حبايه ميه. وبعدين المربى بردت معايا، حطيتها في البرطمان. تسيبيها بقى لما تسقع تماما، وبعدين ابدا ان انا اغطيها واحطها في التلاجة وتسحبي منها. لو حابه ان انت تعملي كميه مربى كبيره وتخزنيها، اعملي المربى وسيبيها لما تبرد خالص وحطيها في اكياس. يعني مثلا تعبي كميه الكيس تقريبا كده عبوه برطمان، وتحطيها في قلب كيس وتقفليه كويس جدا وتطلعي منه الهواء وتحطيه في الفريزر. اول المربى ما تخلص معاكي تطلعي كيس بكيس وتحطيه في التلاجة. يعني مثلا استخدام اسبوع بس معاكي، هتقعد معاكي. ممكن تعملي كمية تعيش معاكي لمدة سنة، بس تحافظي عليها في الفريزر كويس جدا. شايفين يا جماعة المربى جميلة جدا، وقوامها ميكس ما بين الكريمي والقطع، جميلة جدا بصراحة. شايفين في الساندوتش تحفة يا جماعة. بصراحة انا جوعت دلوقتي وعايزة عايزة ساندوتش كمان. جميلة جدا، جربوها بالطريقة بتاعتي دي هتعجبكم. يلا بقى اتفرجي على الفيديو للنهاية علشان تستفيدي منه. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب القناة كده كلها تعجبكم في قناتي، قناة هند سليم، واتفرجوا عليها. ولو عجبتكم القناة ما تنسوش كومنت حلو كده منكم تقولي لي رأيكم ايه في القناة وفي المربى اللي انا عملتها لكم دي. وباي باي وفيديو جديد ان شاء الله.